اهلا بيكم في فيديو جديد. الانسان جزء فيه عبارة عن مخ وعقل ومشاعر حسب قوة سيطرة الانسان ومدى رجاحة عقله واتزانه. المشاعر دي لو تخيلناها انها تحت المخ او تحت سيطرة المخ او العقل، المشاعر دي بتكون عاملة زي جبل جليد كبير جدا وضخم، والمخ ده عبارة عن أعصاب وشبكات عصبية ودهون وهرمونات. جبل الجليد هو ساكن جواك، لو تم استفزازك بشكل ممنهج أو غير مقصود أو الضغط، الجبل ده بيبدأ يدوب من الأسفل بالتدريج. المشاعر دي عملاقة جدا وقوية جدا وكبيرة جدا. مشاعر زي الحزن أو الذنب أو الخزي أو الاشمئزاز أو الرفض أو الخذلان أو الفرحة أو الحسد أو الغيرة أو الحقد. ده كمان في حاجة اسمها عجلة المشاعر، جواها كمية أسماء عملاقة من المشاعر. مش بس كمية عملاقة، ده كمان كل شعور منهم ليه درجات. لما جبل الجليد ده يبدأ يغلي ويفور، مهما كان عقلك ورجاحتك وثباتك الانفعالي وتربيتك وتعليمك، المشاعر اللي عمالة تغلي جواك هتأثر على عقلك وتخليه يفكر كتير، وأفكار عمالة تروح وتيجي من الماضي من المستقبل من الحاضر، وبعدين تلاقي فيضان المشاعر ده فاض زي ما بيقولوا فاض بيه الكيل. هنا الكيل هو العقل والثبات الانفعالي والسيطرة وميزان الأمور اللي هو بيعمله العقل، فبيفيض بيك فتلاقي نفسك زعقت وفرت وغليت وهديت الدنيا. لو الشخص اللي قدامك فعلا بيحبك هيغطي عليك، هيطبطب عليك، مش هيعريك، لانك فعلا ساعتها بتكون عريان، مشاعرك كلها عريانة. هتلاقي الشخص اللي بيحبك فعلا غطاك. اما الانسان اللي مش بيحبك ومش مخلص ليك هيخليك تطلع اسوأ ما فيك اكتر، وهيتبسط جدا بالموقف ده، وهيخليك تتعرى نفسيا اكتر قدامه وقدام الناس وقدام نفسك، علشان يقل منك قدام نفسك وقدام الناس. في النهاية اتبسط انك خرجت اللي جواك وانفجرت، ساعتها هتلاقي عقلك صح وفاق، وهتلاقي كمان انك عرفت حقيقة الناس اللي حواليك. وكمان ما تتسرعش في الحكم على الناس، يعني لو دخلت مكان ولقيت حد متعصب جدا وبيزعق وبيعمل وبيقول، مش لازم يكون الشخص ده عصبي، ممكن يكون الشخص ده هو اهدى شخص في الدنيا، ممكن يكون اعقل شخص في الدنيا، ممكن يكون شخص ذكي جدا. ولكن زي ما قلت، المشاعر بتبدأ تغلي بالتدريج لحد ما الإنسان يعني خلاص بقى. فبس أنا وصفت يعني إيه شخص فاض بيه الكيل. شكرا.